ومكملين مع إصابات الرباط الصليبي، والنهارده هنتكلم عن مصطلح دارج بيحصل مع معظم الناس اللي بيجي لهم رباط صليبي، الغضروف الهلالي أو المنسكس. الحقيقة إن الغضروف الهلالي ممكن يتصاب لوحده، وممكن يتصاب بعد إصابة الرباط الصليبي، وممكن يتصابوا هما الاتنين في نفس اللحظة مع بعض. الغضروف الهلالي أو المنسكس هو مخدة أو وسادة أو مصر الصدمات موجود في الركبة بين عظمة الساق من تحت وعظمة الفخذ من فوق. مهمته إنه أول حاجة يوزع الوزن على الركبة كلها، ما يخليش الحمل على نقطة. تاني حاجة بيساعد في تثبيت الركبة أثناء اللف والدوران، ما يخليهاش تطلع بره النطاق المسموح به. تالت حاجة إنه بيشتغل مصر الصدمات، يعني لما الحمل يزيد فجأة على الركبة، هو أول حاجة بتتلقى هذا الحمل علشان تمنع احتكاك العظمتين ببعض ويسبب مشاكل. طيب، طريقة الإصابة مماثلة تماما لإصابة الرباط الصليبي، قدم ثابتة على الأرض والركبة هي محور الحركة، مع ضغط مفاجئ ولف مفاجئ للركبة وتباطؤ من الجسم في استخراج رد الفعل المطلوب منه، يؤدي في النهاية إلى إصابة واحد من الاثنين أو إصابتهم مع بعض. طيب، هل أنا لما أحمي الغضروف الهلالي كده بقلل من خطر الإصابة بالرباط الصليبي؟ الحقيقة لما هما الاثنين متشابهين مع بعض في طريقة الإصابة، فأنت لما بتحمي واحد منهم بتشتغل على الطريقة العكسية للإصابة، فأنت هنا بتحمي الركبة كلها من إنها تتصاب سواء بالغضروف الهلالي أو بالرباط الصليبي. طيب، إزاي ممكن تحصل إصابة الغضروف الهلالي بعد الرباط الصليبي؟ حضرتك لو عندك حد عنده إصابة بالرباط الصليبي بتسمع منه دايما أنا رجلي بتفلت مني أو رجلي بتخدني. معناه الكلام ده إيه؟ معناه إن ركبته بتروح في نفس اتجاه الإصابة للرباط الصليبي، فهنا بيضغط على مين تاني لسه ما اتصابش؟ الغضروف الهلالي، وبيسبب له تمزق أو بيسبب له قطع كلي. وهنا بقى لازم نتكلم عن 3 حاجات ممكن تعملهم، ممكن تحمي بإذن الله وتقلل خطر الإصابة بواحد من الاثنين. أول حاجة، حضرتك وانت نازل بركبتك في أي نشاط لازم ركبتك ما تدخلش منك لجوه ولا تطلع لبره، يعني تبقى في الميد لاين بين القدم وبين الحوض. لو نزلنا خط مستقيم من الحوض إلى القدم يبقى كله على استقامة واحدة. تاني حاجة، وانت بتلف لازم تاخد بالك ان ركبتك وهي بتلف تلف بين الحوض ومن الظهر، ما تبقاش الركبة بس هي اللي بتلف. تالت حاجة هنتكلم عنها التباطؤ تحت تحكم. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك مثلا في أنشطة زي وانت بتلعب كورة جريت وبعدين تباطأت فجأة او وقفت فجأة، هنا دوسة بنزين وبعدها دوسة فرامل. المنظومة دي كلها بتخضع تحت حاجة اسمها نيورو ماسكولار كنترول، يعني الجسم عارف هو رايح فين وهيرجع في انهي لحظة، عنده رد فعل جاهز لهذا الامر علشان بيدخلش في اي نوع من انواع الاصابة. وده طبعا بيبقى حسب كل واحد. هو بيلعب كورة، واحد مثلا في الجيم بيعمل جامبنج يعني قفز وبعدين بينزل، ان في الباسكت وضع مختلف تماما. كل واحد حسب الانشطة بنحدد له هو محتاج ايه او ايه الحاجات اللي محتاج يكملها ويشتغل عليها اكتر. طيب، لو عملنا اسقاط مثلا اثناء لعب الكوره، مين اكتر واحد بيتحط في الموقف ده؟ قدم ثابته ومناوره بالركبه بيحتاج انه يبقى عنده نيورو ماسكولار كنترول اعلى من اي حد تاني في الملعب، المدافع ولا المهاجم؟ ده اللي احنا هنعرفه مع بعض ان شاء الله خلال الفيديو اللي جاي.